يا مواليد برج الثور، تعالى نعرف ايه اللي ممكن يشغل بالك في الأسبوع الأخير من شهر يوليو. واضح انك هتركز على موضوع مالي مهم جدا، ممكن يكون بيع أو شراء حاجة غالية أو ليها قيمة كبيرة عندك، أو يمكن بتدور على مقتنيات بتحبها وبتستثمر فيها، أو حتى تبدأ حاجة جديدة في المجال ده. ولو ليك في الشغل الصناعي أو الحرفي، فالوقت ده مناسب جدا لمبادرة أو خطوة جديدة. ممكن كمان تكون من الناس اللي حققوا نجاح كبير. يوم الخميس 24 هيكون في قمر جديد في برج السرطان، وده بيخلق أجواء مناسبة تبدأ تظهر من يوم الأربعاء 23. هتحس إنك مبدع ومليان أفكار، وعندك طاقة تخلي اللي حواليك منبهرين بيك، خصوصا لو شغلك في فن أو إبداع أو حتى حرف. ما تترددش في إنك تعرض أفكارك يا طور، أو إنك تبدأ حاجة جديدة يوم الأربعاء 23 أو الخميس 24. وكمان الفترة من الحد 27 لحد التلات 29 فترة مهمة جدا، وفيها فرص حلوة وأمل كبير. بس خليك واخد بالك من الجمعة 25 والسبت 26. الأيام دي ممكن يكون فيها ناس بتحاول تأذيك أو تحبطك. يمكن كمان تكتشف حد بيحاول يعملك فخ أو ينتقدك بشكل مش لطيف، خصوصا في مناسبة اجتماعية أو اجتماع شغل. فما تفقدش ثقتك في نفسك، بالعكس خليك واثق، لأن الثقة مهمة جدا في الأيام الأخيرة في الشهر. والمطلوب منك بقى يا طور إنك تدافع عن مصالحك بقوة وبإصرار، خصوصا بعد ما الشمس دخلت برج الأسد يوم الأربعاء 23 وانضمت لكوكب عطارد. وده معناه إنك محتاج تضاعف مجهودك وتحمي شغلك ومشاريعك من أي حد بيحاول يقلل من تعبك أو يوقفك. يا طور، ركز على الأمور المالية واعرض أفكارك، وخليك واثق في نفسك ودافع عن اللي يخصك. النجاح بيحب الناس اللي مش بتتهز.